يا ترى نفسك تعرف السر؟ نفسك يبقى عندك قوة بلا حدود؟ نفسك يكون عندك ثروة كبيرة، علاقات سعيدة، جسم صحي؟ نفسك تعرف ازاي ممكن تغير حياتك؟ لو إجابتك أيوة، يبقى الكتاب ده معمول مخصوص علشانك. في حكمة قديمة جدا بتتنقل من قرون طويلة، بس كان يعرفها بس أنجح وأعظم الناس. لكن النهاردة السر ده هيتكشف لك. مفيش حدود للي تقدر تعمله. الكتاب ده هيعلمك ازاي تحقق كل اللي بتتمناه. ايه بقى السر؟ السر اللي بيخلي عندك قوة مش محدودة، والسر اللي بيخليك تحقق أي حاجة عايزها في الدنيا هو قانون الجذب. The law of attraction. مهما كنت انت مين ومهما كان أصلك ايه، تقدر تستخدم قانون الجذب ده في حياتك. قانون الجذب ببساطة يعني إنك بتجذب ليك كل اللي بيملى عقلك. يعني لو فضلت تفكر طول الوقت في اللي عايز تحققه أو اللي عايزه يحصل، هيتحقق. النجاح، الثروة، السعادة، الصحة الكويسة، والحب، كل ده هيكون ليك لو فضلت تفكر فيه. تخيل نفسك مغناطيس قوي، تقدر تجذب أي حاجة تحطها في دماغك. قوة أفكارك هتحول الأفكار دي الحقيقة، وكل ما فكرت فيها أكتر كل ما اتحققت أكتر. ببساطة شديدة جدا، قانون الجذب يعني المثل يجذب المثل. Like attracts like. لو فضلت تفكر في حاجات سلبية هي اللي هتحصل لك، لكن لو فكرت بس في الحاجات الإيجابية حياتك هتكون مليانة سعادة ونجاح. قانون الجذب مش بيميز بين الحلو والوحش. لو فضلت تفكر في حاجة معينة هتجذبها لحياتك، وهتكون هي الواقع بتاعك. على سبيل المثال، لو فضلت تقول مش عايز أتأخر، قانون الجذب بيضمن لك إنك هتتأخر. الأحسن إنك تقول أنا عايز أكون دايما في ميعادي، أو أنا عايز أكون ملتزم بالمواعيد. إزاي تستخدم السر؟ عشان تستخدم السر في 3 خطوات. الخطوة الأولى، اطلب. ask. أول حاجة لازم تعملها هي إنك تطلب. فكر كويس في اللي عايز يكون عندك أو تحققه. ممكن تكتبه على ورقة أو تخليه في دماغك. لازم تكون واضح جدا ومحدد في هدفك. مثلا لو عايز عربية، لازم تكون متأكد من ماركتها وموديلها اللي بتحبه وإيه لونها. لازم تتخيل العربية من جوه وبره. لو انت مش واضح في اللي عايزه، قانون الجذب مش هيشتغل. الكون هيجيله رسالة مش واضحة، وهيديك نتيجة مش واضحة. الموضوع زي ما تكون بتطلب أكل في مطعم، بتختار من المنيو وبتحدد للجرسون بالظبط إيه اللي عايز تاكله. خلي أفكارك واضحة، وقول أنا عايز المنتج ده، أو أنا عايز أمر بالتجربة دي، أو أنا عايز شريك حياة يكون بالشكل ده. الكون هيكون زي الجرسون اللي مستني طلبك، فاطلب اللي عايزه دلوقتي وخليه واضح. الخطوة التانية هي إنك تصدق. believe. بمجرد ما تحدد اللي عايزه، ثق تماما إنك هتحصل عليه. خلي عندك إيمان كامل 100% إنه هيتحقق، وما تخليش أي شك يدخل دماغك. الحاجة اللي طلبتها مش هتيجي النهاردة أو بكرة، بس ثق إنها هتجيلك قريب. طول ما أنت بتصدق وعندك إيمان، الكون هيوجهك نحو هدفك. فكر واتكلم وتصرف وكأنك بالفعل مصدق الفكرة. تظاهر بينك وبين نفسك إن اللي أنت عايزه ده أصبح ملكك خلاص. مثلا لو عايز تكسب بطولة تنس، عيش كل يوم كأنك بطل. تخيل نفسك ماسك الكاس، قول لنفسك أنا بطل التنس، واتمرن وكأنك بطل.
واليوم ده هيجي وهيتحقق. تالت خطوة، استقبل، ريسيف. حس بيه، حس بالسعادة والنجاح إنك استلمت اللي عايزه. حس كأنك بالفعل فايز، حس كأنك فوق السحاب. طلع الإحساس الحلو ده كأن بيت أحلامك أو شغل أحلامك بقى عندك خلاص. لما بتحس بإحساس حلو، الكون بيعرف إنك جاهز تستقبل. هتكون في المكان الصح والوقت الصح عشان تاخد اللي عايزه بالظبط، حتى لو مش متأكد إمتى أو فين أو إزاي ده هيحصل. بس حس بيه، قول لنفسك أنا بستقبل ده في حياتي دلوقتي. مثلا روح اعمل تجربة قيادة للعربية اللي عايزها، أو زور بيت أحلامك اللي عايز تشتريه. المسه، عيش التجربة، عاجلا أم آجلا هتستقبل. السر والفلوس. تقدر تستخدم السر ده في أي حاجة عايزها، والفلوس واحدة منهم. ما تسألش معيش فلوس كفاية، قول دايما هيبقى عندي فلوس كتير. تخيل ازاي هتصرف المبلغ الكبير ده، تخيل الأماكن اللي هتروحها والحاجات اللي هتشتريها. ما تخليش أي فكرة سلبية توقف تدفق الفلوس في حياتك. ركز على وفرة الفلوس مش على نقصها. فكر في المبلغ المحدد اللي بجد عايز تكسبه، زي الراجل اللي في القصة دي، جاك كانفيلد. هو مؤلف سلسلة الكتب المشهورة Chicken Soup for the Soul، شوربة دجاج للروح. الكتب دي باعت ملايين النسخ في كل أنحاء العالم. بس جاك ما كانش دايما ناجح كده. جاك اتعلم أفكار سلبية عن الفلوس من أبوه. أبوه كان متشائم وبيقول إن الأغنياء بيكسبوا فلوس كتير عشان بيغشوا الناس. عشان كده جاك كان فاكر إن كسب الفلوس ده شر، وكان بيصدق كمان إن الحياة صعبة والفلوس مش بتيجي بالساهل. أبوه كان دايما يقول هو أنا شكلي معايا فلوس، فاكرني روكفلر اللي هو المليونير المشهور. لكن بعد كده جاك قابل موجه علمه ازاي يحلم أحلام كبيرة. الموجه قال له يحط هدف كبير لدرجة إنه لما يحققه دماغه هتلف من الفرحة، والطريقة الوحيدة عشان يثبت صدق الكلام ده هي إنه يجرب. في الوقت ده جاك كان بيكسب $8000 بس في السنة، فقال لنفسه أنا عايز أكسب $100,000 في السنة. ومع إنه ما كانش يعرف إزاي هيعملها، جاك صدق في ده. كان بيقول لنفسه كل شوية أنا عايز أكسب $100,000 في السنة. كل صبح قبل ما يروح الشغل كان بيقف دقيقة يغمض عينيه ويتخيل إن معاه $100,000 بالفعل، حتى إنه رسم ورقة $100,000 على ورقة عادية وعلق الرسمة دي في السقف. لما كان بيصحى الصبح كان بيشوف الصورة دي ويفكر في هدفه. جاك اتخيل حياته كلها هتبقى عاملة إزاي لو معاه $100,000. شهر فات وما كانش لسه عارف إزاي هيكسب $100,000. لكن في يوم من الأيام جات له فكرة رهيبة. جاك كان كتب كتابه الأول ونشره قريب. الكتاب كان بيتباع ب25 سنت للنسخة الواحدة. جاك فكر إنه لو قدر يبيع 400,000 نسخة من كتابه في سنة هيكسب $100,000. بعد شهرين جاك عمل محاضرة في جامعة في نيويورك. بعد المحاضرة ست جات له وطلبت تعمل معاه مقابلة. الست دي طلعت كاتبة بتشتغل في مجلة مشهورة اسمها ناشونال إنكرير. الكاتبة انبهرت بمحاضرة جاك وعايزة تكتب مقال عن كتاب Chicken Soup for the Soul. بعد ما اتنشر المقال في المجلة مبيعات كتاب جاك زادت بشكل كبير. فرص كتيرة اتفتحت له من ساعة ما بدأ يصدق إنه هيكسب $100,000. الحقيقة إنه كسب $72,327 في السنة دي. بس جاك حس بإحساس رائع، قرب جدا من هدفه. جاك فكر لو حطيت هدفي $1,000,000 السنة دي
فصدق في ده، فكر فيه طول الوقت. كمان شال ورقة $100,000 من السقف وحط مكانها $1,000,000. في آخر السنة جاك استلم قيمة الأرباح بتاعته من كتاب Chicken Soup for the Soul. الناشر حط وش بيضحك على الشيك جنب المبلغ $1,000,000. هدف جاك الكبير اتحقق، ومن ساعتها وهو بيفضل يحلم أحلام كبيرة. السر والعلاقات. لو بجد عايز تقابل حب حياتك لازم تفكر وتتكلم وتتصرف كأنك بالفعل مع الشخص ده، كأنكم بالفعل مع بعض وسعيدين في الحب. بالطريقة دي انت بتبعت الرسالة الصح للكون. في يوم من الأيام هتقابل الشخص المميز ده. تقدر تتعلم من قصة جليندا دي. جليندا كانت عايزة تلاقي الراجل المناسب ليها، عملت كل حاجة صح، اتخيلت ملامح الراجل وشخصيته بوضوح. جليندا اتخيلت إنها معاه بس لسه مش لاقي حب حياتها. في يوم روحت البيت وأدركت حاجة. هي دايما بتركن عربيتها في نص الجراج. جليندا فكرت لو عندي شريك عربيته المفروض تتركن جنب عربيتي. أدركت إن تصرفاتها بتتعارض مع أفكارها، عشان كده بدأت تركن في الجانب اليمين من الجراج عشان تسيب مكان لعربية رجل أحلامها. بعد كده جليندا دخلت أوضة نومها وفتحت الدولاب. أدركت إن هدومها واخدة كل المساحة، فنظمت حاجاتها وسابت مكان لشريكها المثالي. جليندا كمان فكرت إنها ما ينفعش تنام في نص السرير تاني. طبعا لو عندها شريك هينام على الجانب التاني من السرير، عشان كده جليندا فضلت على الجانب اليمين وجهزت مخدة على الشمال لراجل أحلامها. بعد سنة من التصرف ده كان جليندا بالفعل معاها شريك حياة. قابلت راجل كويس، كل حاجة مشيت تمام بينهم، وفي النهاية اتجوزوا. جليندا دلوقتي متجوزة وسعيدة مع حب حياتها. تأثير الدواء الوهمي والبحث الطبي. في الأبحاث الطبية الدكاترة عادة بيستخدموا دواء بيتم اختباره، ودواء وهمي بلاسيبو على المرضى. مجموعة من المرضى بتاخد الدواء اللي بيتم اختباره، ومجموعة تانية بتاخد دواء البلاسيبو. الدواء ده بيكون مجرد قرص فاضي. الدكاترة اكتشفوا إن المرضى اللي بياخدوا حبوب البلاسيبو خفوا من أمراضهم. قالوا إنهم اتحسنوا وإن مرضهم اختفى. اللي ما يعرفوهوش إنهم في الحقيقة خدوا قرص فاضي ملوش أي تأثير علاجي. المرضى خدوا الدواء وصدقوا إنهم هيخفوا، وبالفعل خف. أجسادهم قدرت تتغلب على المرض. ده هو تأثير البلاسيبو. المرضى صدقوا عشان كده خفوا. جسم الإنسان عنده قدرة على شفاء نفسه. لو اتجرحت الجلد بيلتئم لوحده مع الوقت. لو اتصبت بفيروس الجهاز المناعي بيعمل أجسام مضادة عشان يحارب الجراثيم. خلايا بتموت كل يوم في جسمك وخلايا جديدة بتتولد. الدرس هنا هو إنك لو ركزت على المرض، لو فكرت واتكلمت وتصرفت كأنك عيان، جسمك بجد هيضعف. في ناس بتشتكي إنها مش قادرة تقوم من السرير أو مش قادرة تاكل. في ناس بتتكلم عن أمراض القلب والسكر والضغط طول الوقت، وبكده هما بيدوا قوة للمرض إنه يظهر في حياتهم. على الجانب التاني في ناس بتتغلب على السرطان أو السكتة الدماغية أو الإعاقات الجسدية بسبب إيمانهم القوي. هما ما سمحوش للمرض إنه يتحكم في حياتهم، وعشان كده انتصروا عليه. زي الراجل ده في القصة اللي اسمه موريس جودمان. هو متحدث تحفيزي، حصلت له حادثة غيرت حياته كلها. الطيارة اللي كان راكبها وقعت. موريس اتشل، عموده الفقري اتضر وفيه فقرتين اتكسروا. الحاجة الوحيدة اللي كان يقدر يعملها هي إنه يرمش بعينيه.
ما كانش قادر يحرك أي جزء من جسمه، حتى حركة البلع اتأثرت. ما كانش بيقدر يشرب أو ياكل، الحجاب الحاجز بتاعه اتضر، ما كانش بيقدر يتنفس. الدكاترة قالوا لموريس إنه هيفضل مشلول طول حياته، لكن موريس ما سمعش كلامه. هو صدق في نفسه بس، اتخيل نفسه بيمشي تاني وبيخرج من المستشفى. موريس كان عارف إن ده هيحصل في يوم من الأيام، وكان متأكد من ده. الدكاترة ركبوا له جهاز تنفس صناعي لأنهم كانوا فاكرين إن موريس عمره ما هيقدر يتنفس لوحده تاني. الحجاب الحاجز المتضرر بتاعه مش هيسمح بده. بس موريس سمع لنفسه بس، كان بيكرر ويكرر: اتنفس بعمق، اتنفس بعمق، اتنفس بعمق. في يوم من الأيام موريس قدر يعمل كده. الدكاترة مش عارفين يفسروا ازاي ده حصل. شالوا جهاز التنفس لأن موريس قدر يتنفس بشكل طبيعي تاني. طول الوقت اللي كان فيه في سرير المستشفى موريس عمره ما فكر في أفكار سلبية، ما سمحش لأي حاجة تشتته عن إنه يتخيل هدفه. موريس ادى لنفسه إنذار أخير: هيروح البيت يوم الكريسماس، هيقف ويمشي ويخرج من المستشفى. الدكاترة قالوا له إن ده مستحيل، بس موريس عمره ما شك في نفسه ونجح. في صباح الكريسماس راح البيت ومشي على رجليه وقضى العيد مع عيلته. وفي النهاية موريس خف تماما وشارك قصته المذهلة دي مع الكل. السر انت صانع قدرك. ناس كتير بتفكر ان الحياة ظالمة. في اللي بيلوموا اهلهم على انهم كانوا مؤذيين او مش بيحبوهم، بيكرهوا الحياة عشان عندهم عيلة فيها مشاكل. لكن علماء النفس بيقولوا ان حوالي 80% من كل العائلات فيها مشاكل بطريقة او باخرى، فليه تكره الحياة؟ جاك كانفيلد مؤلف Chicken Soup for the Soul شارك قصته. أمه وأبوه كانوا مدمنين كحول. أبوه كان بيضربه من هو صغير. أهله اتطلقوا لما جاك كان عنده 6 سنين. جاك بيصدق إنه تقريبا كل واحد عنده قصة طفولة شبه كده. اللي لازم تعمله دلوقتي هو إنك تسأل نفسك: هتعمل إيه في الموضوع ده؟ هتروح فين دلوقتي؟ هتودي حياتك لفين؟ جاك بيقول إنه مش صح إنك تفضل عايش في الماضي. بدل ما تركز على اللي أهلك عملوه، ركز على اللي هتعمله دلوقتي في حياتك. لو فضلت تفكر في الذكريات الوحشة انت بس بترجعها تاني. لو فضلت تفكر في مصايب الماضي ما تتوقعش غير ان مصايب هتحصل لك في الحاضر كمان. لو بتصدق انك نحس بجد هيبقى حظك وحش. سيب ماضيك يروح. لو حد أذاك بأي طريقة، لو غضبان من أهلك أو لو بتكره طفولتك، سيب كل ده يروح، خليه وراك. اعمله عشان نفسك. لو بتلوم أي حد، لو بتكره حد، الشخص الوحيد اللي بتأذيه هو نفسك. ممكن تفكر إنك ما كنتش تستاهل كل ده عشان كنت طفل، بس عارف إيه؟ أنت دلوقتي شخص كبير. في اللحظة دي بالظبط تقدر تخلق الحياة اللي شايف إنك تستحقها. أنت صانع قدرك. أنت مؤلف كتابك الخاص. أنت كاتب قصتك الخاصة. القلم والورقة في إيدك أنت. تقدر تختار الفصل الجاي في حياتك. تقدر دايما تختار نهاية سعيدة. ما تسألش أنا مفلس، أنا تعبان. ما تسألش أنا متأخر أو أنا عيان، لأن ده هيكون واقعك. الكلمتين أنا كذا دول أقوياء جدا لصالحك. بدل ما تكون سلبي قول أنا مبارك، أنا سعيد، أنا غني، أنا محبوب، أنا صحي، أنا مليان طاقة كل يوم، أنا ناجح. اقبل ده كواقع وحيد في حياتك وهيتحقق. تقدر تكون أي حاجة عايزها. قدراتك، مواهبك، عقلك، كلها بلا حدود. هي دايما كانت جواك،
كل اللي محتاج تعمله هو إنك تطلعها. سر الحياة هو المعنى اللي أنت بتحطه فيها. مهمتك الوحيدة هي المهمة اللي أنت بتحددها لنفسك. تقدر تمشي في الطريق اللي تختاره لنفسك. لو ماضيك مليان ندم ومعاناة، امسحه تماما. افتح نفسك لبداية جديدة. ابدأ من جديد. اعمل أي حاجة بتخليك سعيد. لاقي هدفك في الحياة واعمل أحسن ما عندك. واجه كل يوم بإيجابية. حس بإحساس كويس ناحية الحياة، وحس بإحساس كويس ناحية نفسك. الناس اللي بتفكر إن العالم مكان وحش بتعيش في الواقع ده. لكن لو شفت الخير في الناس، لو شفت الخير في كل حاجة، وقتها هتعرف السعادة والسلام. بس السر في إيدك دلوقتي. عندك مفتاح القوة اللي ملهاش حدود. دلوقتي اختيارك انت انك تستخدمه. ودلوقتي اتعلمت ايه عن السر؟ اتعلمت ان هو قانون الجذب. هتجذب ليك الفكرة اللي مسيطرة على عقلك. اتعلمت ازاي تستخدم السر. اطلب، صدق، استقبل. خلي الصورة واضحة في دماغك. صدق انها هتكون بتاعتك. ما تخليش اي شك يدخل. حس كأنك بالفعل استقبلتها. ناس كتير عملت كده قبلك، بقوا أغنياء، اتغلبوا على المرض، حققوا اللي دايما كانوا عايزينه في حياتهم. وانت كمان تقدر تعمل كده. بس اطلب، صدق، استقبل. هتعيش حياة مليانة سعادة وحب ونجاح. لو عجبك الكتاب بتاعنا النهاردة، اعمل له شير مع أكتر حد انت حاسس ان هو محتاج يسمع منه الكلمتين دول. ولو بتسمعنا على اليوتيوب، تنساش تعمل لنا سبسكرايب، تعمل لنا لايك، تعمل لنا شير، ونسمع الكومنتس بتاعتكم عشان نقدر نتفاعل معاكم، ونقدر نجيب ملخصات تانية تكون مفيدة ليكم ولكل الناس. وافتكروا دايما، خليكوا دايما ماشيين لقدام.